إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نعيش في هذه الليلة المباركة في رحاب هذه السورة التي استمعنا إليها في صلاة العشاء، وهي سورة نوح عليه السلام. هذه سورة مكية تناولت تفصيلا قصة نوح، قصة شيخ الأنبياء نوح عليه السلام، بدءا من دعوته حتى نهاية حادثة الطوفان. ابتدأت السورة بإرسال نوح وتكليفه بالدعوة وإنذار قومه من العذاب إذا هم عصوا، ثم تناولت السورة طرفا من جهاد نوح عليه السلام وصبره وتضحيته في سبيل تبليغ دعوته، فقد دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، دعاهم بأعلى صوته، لكنهم لم يزدهم دعاء نوح إلا فرارا. ثم تتابعت السورة تذكر بإفضال الله وإنعامه وبيان آثار قدرته ورحمته حتى يجدوا في طاعة الله وينقلبوا إلى مراضيه. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم، يذكرهم بآثار رحمة الله وقدرته، لكن ما لانت قلوبهم بل ازدادوا طغيانا على طغيانهم. ختمت السورة بدعاء نوح على قومه بالهلاك والدمار، وذلك لما أخبر أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. فهذا نوح عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل. أولو العزم 5 ذكرهم الله في موضعين في القرآن. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء 5 وهم أولو العزم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فعيسى عليه السلام من خصائصه أنه أول رسول إلى أهل الأرض. في حديث الشفاعة في صحيح البخاري قالوا يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض. فأول رسول بعثه الله إلى الأرض هو نوح. طب ماذا عن آدم؟ اختلف العلماء، منهم من قال أن آدم نبي، ومنهم من قال إنما هو رسول، لكن الرسول يبعث إلى مرسلين. هل لما بعث آدم كان هناك بشر خلق؟ المهم أنه بعث إلى أولاده، وكان الناس بعد آدم أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة. لما اختلفوا ووقع الشرك بعث الله نوحا إلى أهل الأرض، إلى أهل زمانه، فأرسله الله. فأول رسول إلى أهل الأرض هو من؟ نوح عليه السلام. من خصائصه أن الله سماه شكورا، عبدا شكورا،
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. بل وهو الأب الثاني للبشر، لأنه لما جاء الطوفان لم يبق بشرا، لم تبق إلا ذرية من؟ نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين. فبعض العلماء يقول هو الأب الثاني للبشر. فنوح عليه السلام أكثر نبي عاش داعيا في قومه، لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه السورة أتت على شيء من تفصيل حياة نوح من بدء دعوته حتى نهاية حادثة الطوفان، بينما ذكر في بعض الصور ذكر خفيف هكذا كما في سورة هود، في سورة الصافات، وفي غيرها من السور. قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، يعني أرسلناه بالإنذار، وبدأها بالإنذار بالتخويف. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه يعني لإنذار قومه بالعذاب إن لم يؤمنوا به وإن لم يعودوا إلى التوحيد الخالص. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فجاء يقول لهم: يا قوم، قال: يا قوم إني لكم نذير، يعني أنذركم أحذركم، مبين، بين واضح، إني لكم نذير مبين، أبين لكم ما فيه نجاتكم وعزكم وذكركم، إني لكم نذير مبين. ما الذي جئتنا به؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجاءهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، إفراد الله بالعبادة. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. طب لو احنا عملنا كده، إن امتثلنا إلى هذا، يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم ما سلف إلى يوم إيمانكم. التوبة تجب ما كان قبلها. يغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لكم ذنوبكم جميعا، ليست للتبعيض من يغفر بعضها، وإنما إن آمنوا غفر الله لهم ما سلف. هكذا الإسلام يهدم ما كان قبله. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يعافيكم إلى منتهى آجالكم. لا تأتي عقوبة وعذاب يستأصل شأفتكم، كما استجاب الله دعاء نبينا محمد، فقد دعا لهذه الأمة أن لا يأخذها الله بعذاب عاجل، كما فعل بقوم صالح وبقوم هود وبقوم شعيب وبقوم نوح الذين لم يؤمنوا به. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم، حتى لو وقعت منكم معاصي لا تعاجلون بالعقوبة، ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. سيذكر طرفا من جهاد نوح وطرائقه في الدعوة، وأنه اتخذ طرائق شتى، فدعاهم سرا وجهرا، جماعات وأفراد، بأعلى صوته، فوضعوا أصابعهم فيه، فدعاهم بالإشارة يكلمهم، استغشوا ثيابهم. سيذكر القرآن. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. دعوتهم يا ربي إلى ما أمرتني به. ما هو؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني إدبارا عن الإيمان وإعراضا عن الحق. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، كلما دعوتهم يا ربي إلى الإيمان بك لتغفر لهم ذنوبهم، جعلوا أصابعهم
في آذانهم وذلك لئلا يسمعوا. لو أنت حبيت تسد ودنك ما الذي تفعل؟ تضع طرف من الأنملة في أذنك بس، صح؟ هل دخل صباعك كامل في ودنك؟ جعلوا أصابعهم، هل هم وضعوا أصابعهم كلها في الأذن؟ وإنما وضعوا طرفا منها. لماذا قال القرآن جعلوا أصابعهم؟ كأنه وقع منهم إمعان وإصرار وعناد على أن لا يسمعوا، فجاء القرآن يعبر هذا التعبير العظيم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، مع أنهم لم يضعوا إلا طرف البنان. واستغشوا ثيابهم، يعني غطوا وجوههم حتى لا يروني يا رب. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على الكفر واستكبروا، عاندوا فلم يؤمنوا، وأصروا واستكبروا استكبارا. ومع ذلك لم ييأس نوح عليه السلام، ولا زال ينتقل من طريقة إلى طريقة في دعوته إلى الله، وهم يصبون عليه العذاب. قال ابن عباس: لئن كان الرجل يلقى نوحا عليه السلام فيخنقه، يروح خنقه كده حتى يقع مغشيا عليه، فإذا ما أفاق قال: رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، اغفر لهم إنهم لا يعلمون. لم ييأس ولا زال يدعوهم. ثم إني دعوتهم جهارا، قال عبد الله بن عباس: بأعلى صوته، ينادي جهارا بأعلى صوته. ثم إني أعلنت لهم، يعني كررت ذلك بأعلى صوت، أعلنت لهم. وأسررت لهم إسرارا. قال المفسرون كابن عباس وغيره: كان يأخذ الرجل بعد الرجل، ينتقل من رجل إلى رجل يدعوه، فيدعوهم جماعة ويدعوهم فرادا، يدعوهم بأعلى صوته، فيتنوع في أسلوب دعوته. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قوم نوح لما وقع منهم هذا الإصرار وهذا التكذيب عاقبهم الله، فعقمت أرحام النساء 40 سنة، وامتنع القطر من السماء حتى ماتت الدواب والحيوانات، وهلك الزرع، ومات الضرع، البهيمة اللي فيها ضرع بتحلب ماتت. 40 سنة عقمت النساء، لم تلد امرأة، حتى كادوا أن يهلكوا. فلما جاءوا إلى نوح: هنموت، ادعوا لنا ربك هذا. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء، ينزل المطر، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، يعني بساتين وأراضي، ويجعل لكم أنهارا. كان الرجل يأتي علي بن أبي طالب كما روي عنه، وروي ذلك عن ابن عباس، لما جاء الرجل يشكو من الفاقة، وآخر يشكو من العقم أنه لا ولد له، وثان يشكو، فكان الجواب واحدا: استغفر الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار معناه طلب المغفرة مما مضى، وأن يرزقك الله عز وجل الثبات، يغفر لك ما مضى ويعصمك فيما بقي من عمرك. هذه عين التوبة. والاستغفار فيه إقرار بالتوحيد للرب العزيز الغفار سبحانه. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهارا تجري فيها المياه ويجعل لكم أنهارا. ما لكم
لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه وتخافون من عقابه. أين الإجلال والإعظام للرب؟ ما لكم لا ترجون؟ لماذا نجترئ على معاصي الله؟ لماذا يجعل العاصي يجعل الله تعالى أهون الناظرين إليه؟ أسأل الله العافية. ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقيل ما لكم لا تشكرون الله حق شكره على نعمه. ففيها معنيان: الأول ما لكم لا تعظمون الله وتقدر ما لكم لا تعظمون الله فتخافون من المعصية، وما لكم لا تشكرون الله إن أنعم عليكم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يذكر لنا الأطوار التي مر بها الإنسان: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، مخلقة وغير مخلقة، كما ذكرت الآيات في غير موضع. وقد خلقكم أطوارا. وقيل تارة، حالا بعد حال. ألم تروا؟ هذا فيه تذكير بنعم الله وآثار رحمة الله على خلقه، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم. فانظر إلى آثار رحمة الله. ما هي آثار رحمة الله؟ منها كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات، سماء فوق سماء طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. القمر نور فلا حرارة فيه، والسراج وهاج ففيه حرارة. النور لا حرارة معه. لكن هنا سؤال، قال وجعل القمر فيهن نورا. فيهن يعني في السماوات. هل في كل سماء من هذه الطباق قمر؟ لا، وإنما هو في سماء الدنيا. فلماذا قال فيهن؟ لو أن رجل، مثل أهل العلم لذلك، اختبأ في بيت فلان، واحد خايف وجري واختبأ في بيت فلان، 10-20 بيت معروف ان دي عائلة فلان، صح؟ لما تسأل عنه يقال إنه اختبأ في ديار بني فلان. هل هو اختبأ في البيوت جميعا ولا في بيت واحد؟ اختبأ في بيت. هكذا القرآن: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. أراد خلق آدم. لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم عليه السلام أمر الملك أن يأتي بقبضة من تراب الأرض، فقبض الملك قبضة من تراب الأرض، ثم جعل عليها ماء فصارت طين، ثم تحول إلى صلصال. يبس الطين يعمل صوت صلصال. سواه الله بيده ونفخ فيه من روحه. هذه أطوار. وجاء بنو آدم على تلك القبضة. قبض الملك قبضة من تراب الأرض. الأرض فيها أرض رملة وأرض صخرة عظيمة جبارة، أرض تمسك الماء وأرض لا تمسك ماء، أرض بور لا تنبت وأرض تنبت. جاء بنو آدم منهم السهل ومنهم الصعب، منهم الحزن، منهم الكريم، منهم الشجاع ومنهم الجبان، وهكذا. الشاهد: والله أنبتكم من الأرض. لما خلق آدم والله أنبتكم من الأرض نباتا
ثم يعيدكم فيها وذلك بالموت، منها خلقناكم ومنها نخرجكم. قال هنا ثم يخرجكم إخراجا. فرق بين الإنبات والإخراج. الإنبات يكون شيئا فشيئا، صح؟ النبات اللي بينبت في الأرض ينمو شيئا فشيئا. لو انت قاعد باصص له كده تتعب، ما انت شايف حاجة، بس كل يوم تلقى جديد، يسير قليل قليل. أما الإخراج إنما يكون دفعة واحدة. فالله أنبتنا من الأرض حينما ينفخ في الصور النفخة الأولى الراجفة، يموت من على الأرض، ثم تكون الرادفة وهي نفخة البعث والإحياء. نخرج من القبور، يخرجون من الأجداث، كل يخرج من قبره في وقته، يتبعون الداعي الملك الذي ينادي وهو إسرافيل، يتبعون الداعي. أين هذا الصوت؟ لا عوج له. فالإنبات شيئا فشيئا. أما الحشر، أما الإخراج فيكون دفعة واحدة. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم إخراجا، وذلك للحشر والنشر بعد الإحياء. هذا هو البعث. والله جعل لكم الأرض بساطا، بسطها الله وجعلها مهيئة للسكنى وصالحة لانتفاع بني آدم منها. فموضع يمسك ماء، وموضع ينبت النبات، وموضع نأخذ منه الحجارة للبناء، وموضع ننتفع. الأرض مبسوطة دحاها الله عز وجل وجعلها مهيئة لتكون صالحة لك. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، طرق واسعة تحركوا فيها. قل سيروا في الأرض امشوا في مناكبها وكلوا من رزق الله عز وجل، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح، عاد مرة أخرى إلى من؟ إلى الحديث مع نوح عليه السلام. السورة أصلا سورة من؟ نوح عليه السلام. طرفا يذكرهم بنعم الله، إنبات النبات والشمس والأرض والقمر والسماء، ثم عاد عن الحديث عن نوح. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. من هذا؟ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء؟ وكيف دب الشرك إلى أهل الأرض؟ هذا ما سنتحدث عنه في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.